حمرتيكون ما فوق حمدنا أحلفنا ينهدن نتقماي بحرنا في الذي دمايو فكمنا يوبرت مسواتي خفينا أربنا يحرنا حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل سمحرسن حتباركا داش كله مساحل نعنك أكتب وداينا نعلم كبران تقاتلت مدمنا كما يحضركم كما يوعلكم مساكم الراديو دمس حرنة هاقراودات كاب هاقرا شودان انفخايو هزبي ذي عقت معبل مبلي أي قبلا يبل انفخايو هزبي ذي عقت معبل مبلي أي قبلا يبل انفعي خايو أي حرنة هدول مساهم راديو دمس حرنت أهجرا هدت كاب هاجرة شودن حرنت كأيو ذي دفر عردي بثمر قلبي بثرر عندي حرنت كأيو ذي دفر عردي بثمر قلبي بثرر عندي إن حبر بغيو ذا حسر من قدي كبران تقاتلت مدبنا مبار راديوكم راديونا راديو دمس حرنات انه خم تلمد كل جزء قدام زفنو مدبو بقوم كاتقرينيا انه يجمر مدبنا اب اف ان 88 ميجا هات زركب كوينو بتفعلوا مسؤول زي سامعوا مس مدرخ سامعوا زي ما تندار او يقرب لكم كفتن ايو حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل سمحرسن حتباركا داش كله بالساحل نعنك أكب وداينا نعلم بموصل كبران تقاتلت مدبنا مباري لو معلت شوعت تقمتي كلتشحن قريتها شوعت حدار كلتشحن عسران عام تمرد فرنجي ساعات حادث فرقتري انه بتا فتوتي زي ما ناي نبسير ما نخفيتنا نحد ساعات مدبنا انه نجمر وقني وقنكاب حيمانوت قبيلة وقن السنجال لا يتفقات التخيلة حانك حافظ تخون هاقرنا بموصل مسناي لما دباتنا نملاي داكل قدماي كم تلمود سمناو زينا خناتات هاجرنا حزبنا بغربت هاجرنا ኢትዮጵያ ዘሎን ዘተኮረ ኸውኒዩ مسوخا مجلسي بوليتيكا وحالتات إيرترا بزعبه اللخنتات إثيوبيا خوني كلاي رس عنكت نايسل في ديمقراطية ممليسو زعرق زلو انصر صروت ناي ملاخ سرعات هكدف زبل كنا نببئنا بموصل لكم رئيتو سلامتنا يسناي منيوت مجلس ان حزبنا هاجر نتقم زخون كاني قطتا ناب دمص حرنت جيميل صحيفكم كسبلو حبرونا حمصنا وانا حفظ نسا اخر قد تخصمنا مستدليو خا www.radio.sa الكم موبيلكم وهنا كمبيوتركم مليكم قد تخصمنا لازم الزخون استدينا عذر سلكين 031 26 10 9 خوينو كوصاي مزخون كا 0046 31 26 10 9 كدولو تخولو دعرفونا وانا مجراشو خا اب يوتيوب قريصنا اب حرنت.org وكعدم حرنت كنحبركم خنا حبر كسام مودعتا مدمنا مسانا خصنحنا عدمنا دحر قرب دا قبر الزينا خاتيه نايلو ما عدالو تنقربتن صحي قلتان بايره غبرو دينا سناي مكتتال أبرت
استزينا علت شوعات حدار كلتش عن عسران عام تمرت فرنجي شودن منجستي شودن حجز مربلي متكل اجري زخون زوهاب تاشمو زوهاب حجز قنقاش ودن مفلات قد ما خنات كم مخانو تفليتو أبرواندا بجزياو معقبي زصنحو إيرتراوان زركوهم ثانيا حدن حتى تعقبان استفل هاجرات أوروبا تتأيسهم بسنكيب إثيوبيا ترخيب زلو قنصي منجستي جيبوتي فدرالو منجستي إثيوبيان تكل تجراين أمونقوم زلون مزراب بعلة 4 نأديس أبا هتصوص أخي باخ كايد لأخو سديدو كرايزس جروب زتباهليا بإثيوبيا تخصدو كل تساطخ كجبر أما حتينو حيلتات تقومت حيلتات ناي ملوءات إيرترا بزعبا هلو خناتات ناب إثيوبيا مقلل صوتيهم بزحات تفعل كاب كله تكالات ناي حورات منقستات عالم ناي أفريقيا ناي أوروباون سمعتهم ويكا حتهم يركبوا زولو خونيهم زينا بزرزر شودن بمنجست زوهاب حجز نمركاب قنقا شودن تبهيلو ناي هاجر شودن ناب هاجر شودن زاتو حدث سدتنياتات متكل اجري فرسرنين ستودز تبهلي بمنجست زوهاب حجز نخرخبو قنقا شودن ممهار كم قدم خنات كسرع الله وزبل بمأكلاين ليبراون سلفتات تدقفو منجستي حدش إمامي نايش ماقل لحق مقرابو مربب حبريتا تيتي نايهاقر شودن قليسو بخمزة أقباب سدتنياتات أبيت تمرتو قنقوا شودن زلع على درجة نخصاتفو بقو أبيلوم دما
ናብ ዕዳጋታት ሽቕለት ዝዓበየ ዕድላት ክረኽቡ ተባሂሉ ዝወፀ እማመ ምዃኑ እቶም ወገናት ገሊጾም ምልክት ቋንቋ ሽወደን ከመሓይሹ ይግብኦም ኣለው እትብል ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳይ ሃገር ሽወደን ሌና ሃንግሌረን ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ከዓ ብሰፊሑ ገሊጻ ብዙሕ ቋንቋታት ምፍላጥ ጸጋ እዩ ዝበለት እታ ሚኒስተር ሓባራዊ ቋንቋና ብዘይ ምፍላጥ ግን ዓብይ ጸገም እዩ ብምባል ነዚ ሓድሽ እማሜ ከም ኣገዳሲ ጽገና ክትብል እያ ገሊጻቶ ከምዛ ዓይነት እማሜ ምትእትታው ቋንቋ ሽወደን ንምምሃር ዘተባብዕ መስርሕ ውህደት ዘቃላጥፍ እዩ ድማ ኢላ ቋንቋ እንተ ዘይትፈልጥ ኮንካ ሓሳብካ ክትገልጽ ኣይትኽእልን ንሰባት ክትርድኦም ወይ ክርድኡኻ ኣይኽእሉን እዮም ትብል ብሓጺሩ ቋንቋ ሽወደን እንተ ዘይፈሊጥካ ኣባል ናይ ሕብረተሰብ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ትብል ሃሊንግሬን ኣብ ምስትምሃር ቋንቋ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ወጻኢ ዝተወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ዝያዳ ብድሆታት ተጋጥመን ዘመልክት ከም ትብል ኤክስትሩም ከምዚ ዝበለ እማሜ ምትእትታው ኣወንታዊ ውፅኢት ክህልዎ እዩ ዝብል ግምት ኣሎኒ ኢላ ኣብ ወጻኢ ተወልዳ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከምተን ኣብ 50ታት 60ታት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ዝነብረኽባኦ ዕድላት ሽቕለት ንኽረኽባ ኣገዳሲ ዝለዓለ ስልጣን ዝለዓለ እዩ ክትብል ኤክስትሩም ወሲኻ ኣብሪሃ እዚ እማሜ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ግብሪ ክውዕል ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ እዚ ርእይቶ እዚ ብፍላይ እቶም ጽላኣት ስደተኛ ዘለዎም ናይ የማን ዓቃቢ ሰልፍታት ናይ ሃገር ሽወደን ካብ ነዊሕ እዋን ዝዛረብሉ ዝኾኑ ከም መሳርሒ ክጥቀምሉ እውን ዓሰርተታት ዓመታት ኣንኸዓ ብሩህን ንጹርን እዩ ሩዋንዳ ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ዝጸንሑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝርከቦም 81 ሓተት ዕቑባ ካብ ሩዋንዳ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተጣይሶም ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ጋሾራ ዝተባህለ ቦታ ዝጸንሑ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራውያን ዝርከቦም 81 ሓተት ዕቑባ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከም ጣየሱ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ብምጥቃት ጸብጸባት ካብ ቺጋሊ ኣፍሊጡ بمسرت ጸብጻብ እቶም 49 ኣቀዲሞም ከም ተጣየሱ ብምልካት እቶም 33 ድማ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቋሪጹ ጸንሐ በረራታት ዳግመ ድሕሪ ምጅማሩ ናብ ካናዳን ኖርዌይን ዝጓዓዙ እዮም ኣብ ዝመጸሎ ወርሒ ድማ ኣስታት 40 ዝኾኑ ሓተት ዕቑባ ናብ ፈረንሳን ኖርዌይን ክጣየሱ ከም ምዃኖም ተፈሊጡ ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነብሩ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራውያን ዝኾኑ ልዕሊ 300 ሓተት ዕቑባ ኣብ 2018 ሒዞም ናብ ሩዋንዳ ኣብ ዝርከብ ጊዜያዊ መዕቆቢ ከም ዝተሰጋገሩ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቶም ኣስታት 100 ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተጣይሶም ከም ዝርከቡ እቲ ዜና ኣብሪሁ ሸቕሎት ኢትዮጵያ ጅቡቲ መጀመርታ ብዛዕባ መንጎ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ዝተለዓለ ግርጭት ንምዝራብ ላዕለዋይ ልኡኽ ናይ ጅቡቲ ንኣዲስ ኣበባ ሰዲዳ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ህጹጽ ምብጻሕ ኣካይዱ ዕላማት ልኡኽ ከዓ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተወሊዑን ዘሎ ግርጭት ንምህዳእ ንኽልቲኦም ወገናት ናብ ዘተ ንምምላሶም ዝዓለመ ምዃኑ ዲፕሎማስኛታት ኣሚቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ናይ ሰሜን ዝርከብ ምክልኻል መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብምባል ኩናት ድሕሪ ምእዋጁ ልኡኽ ጅቡቲ ብዕለት 4 ሕዳር ወጋሕታ ህጹጽ ንኣዲስ ኣበባ ኣምሪሑ እቲ ልኡኽ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ እንዳርካቸው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ካልኦት ክዛረብ ምዃኑ ከዓ ከም ተዛረበ ተፈሊጡ ኢትዮጵያ ልዕሊ 900 ናይ ወደብ ኣገልግሎት ኣብ ጅቡቲ እትምርኮስ እያ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተጓሃረ ወጥርን ምህዳእ ሕብረት ኤውሮጳ ዝርከቡ ተፈላለዩ ኣህጉራውያን ዞባታት ውድባት ሃገራት እማሜታት የቕርቡ ኣለዉ መንግስቲ ህግደፍ በአንጻሩ ኣብ ልዕሊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጸቕጢ ንምፍጣር ኣብ ሓያሎ ቦታታት ዶባት ሰራዊት ምንቅስቓስ ተስግኦ
ምንቅስቃሳት በግሶታትን ርኢ ምህላው ከተፋላለዩ ምንጭታት ይተውሱ አለው እዚ ከምዚሉን ክሎ ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባህለ ኣብ ኢትዮጵያ ተኽስዶ ክብል ጸቕጢ ክግበር ተማሕጺኑ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል መንግስቲ ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ጽራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ መዕነዊ ዝኾነ ሳዕብየን ክህልዎ ከም ዝኽእል ክራይሲስ ግሩፕስ ኣጠንቂቑ እዚ ዓለም ለኻዊ ትካል እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ከም ዘመሓላለፎ ከዓ ጠቒሱ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ብ4 ሕዳር 2020 ኣብ ሃገራዊ መደበር ዜና ኢትዮጵያ ቀሪቡ እቲ ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሰሜን እቲ መጥቃዕ ተፈጺሙ ምባል ንሰራዊት ፌደራላዊ ኣድላይ ዘበለ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኣዘዞም ከዓ ይዝከር ክራይሲስ ግሩፕ ብፍሉጣት ተሰማዕትን ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለም ለኻዊ መሻርክትን ኢትዮጵያን ብቁልጡፍ ኣብ መንጎዞም ክልተ ሓይልታት ተኽስደው ምባል ናይ ምባል ንኽመፁ ክጽዕሩ ክልቲኦም ሓይልታት ኣፈላላይ ዘለዎም ከዓ ብዘተኽፈትሑ ክሰርሑን ተማሕጺኑ ኣሎ እዚ ከምዚሉን ከሎ ሓይልያሎ ኤርትራውያን ፖለቲካን ውድባት ምንቅስቃሳት ማሕበራት በብወገነን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ኮኒኖም ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብደም ደቁ ዝተጻወተ ስርዓት ህግደፍ ከይእዘዝ ሎባታቱን የመሓላልፉ ይርከቡ ብተወሳኺ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ናይ አሜሪካ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ሓድነት ኣፍሪካ ሓድነት ሃገራት ኤውሮፓ ተመሳሳለ ማለት እቲ ውግእ ደው ክብልን ብዘተኽፍታሕን ሓቲቶም ኣለው ትማሊ እንደገና ኣብ ኣሕመድ ኣብ መጥቃዕቲ ኣየር ንመቐለ ከም ዝህሉ ህዝቢ ከጠንቅቕ ብእኩብ ከይከይት ከዓ ጠንቂቑ ዝብል ዜና እውን ተዘርጊሑ ኣሎ معجنات زينا إثيوبيا أب واشنطن دي سي زركبا بفلاي إثيوس 360 تبعها واشنطن فنو حوحات نمدمساس أبصر نمطفاء زكاية زلوغو مخانو دقاقي موم بجبتات أسنيوم كقربو يركو اتوغ بدوب أم حران دوب كوينو ناي هكدف حالتاتون كا نباد مغس أميك عربو خمزلو يتقصو راديو الرينا بعلت حموشتي حدار كم زحبرته ويعني تقليل مستقلي مسؤوم بتحاز نورم أسرات كفتح إنا زبل وري بهجدة في زرقح خمدلو سراويت يدالو خمدلو بصعوق قفاتات افتفال لي يكايت خمدلو خاء نهز بإرترا بمنعو أبرعد تيو خمدلو أسفيحي قليسو الله كبران تخطات التمدبنا مباري نايلوم زينانا عبزي نزازم زي أب إثيوبيا زلوا بوجنام كامرد يتم سحرنت زخنا يخون كلاو قرتشه ناويش تهجر بناي وساي إتزايم تاو بزت خفت حواخ بوجنام سويتنا خم خانو نام باري حدي مس هبوب سنة وباوي يوحنس تكاو حدث درفو كقد فكمي نسايا نساتبل أقابزكم فسسا فسالاسا استاون السا منيو كفلسا نانا غسا عايز فسسا رجل نبيها فليتا نفسا نحن كلامن كمزنا غسا جماعات سنوم رخيصهم بالتنفع
حصافهم حنكين وفانا دروبا جميلهم عدنا النقصولا الشوق زبانا دروبا سميرهم عدنا حد خوينهم يبلو ولنا بوهد كنا حسب حزبي مبانة بري كل فوضى تزي حضري عن كفت ما كن يحلفهم زبان حباش تتنتيفهم دم كب حساب زي اللقسو بتجورا ناقس كسو حلم حزبي كفتحو غنا حساباتهم نتانة بره عمون قندو بغري قبره بكال قوان ترحق زمنا عبتي قربان بليوم سلينا نحنا ساندينا كبران تقاتلت ملبنا مباراي زحدات زماناي يوحنس تكابو نسان منينتا فتوت هاجرناينا نتا إرترا تسكيمي زمرا زلو هو نسا خالي يبلنان مالتي thank you يوحنس تكابو كم غصلنا مباراي كمتي ابزيناتات كن تقصد صنحنا إذا اب إثيوبيا ترخيب زلو زي طعي مالت زي قصن كنتات نعناون تنكافس لو زخونه كلن ودبات إرترا تقاومت ودبات ناي حبار مجلسي أوصين كم زختل كايو مجلسي بوليتيكاو حيلتات إرترا بزعبا هلو خنتات إثيوبيا بوليتيكاو حيلتات إرترا بو حائي نزاب إثيوبيا زنحيم السحاب كاب سلسته ناب 4 حدار 2020 أو زوجح ناب قمصي كمز معبلي مع كانت زينا إثيوبيا مستحبرة أزيو أحزيننا بفلاي دما دحرتي أب تقراي زتخيلي كللاو من ريجا فدرالاو منقس إثيوبيا كللاو منقس تقراي أب حدوم اتحادي كم زي فلطخ زقلس أواجات كوصون كلو سكفتانا ممل شخوص صنيحو إيو انتو خني بسلام فتحوا يوم زبل تسفعون نيرونا وق كساب كندي عناون لمعت هداتن زرقن مخانو نهزبي إثيوبيا بحفشو كنا نهزبي تقراي أزيبروه إيو بسلام فتحوا يقولوا يوم زبلنا تسفخا أبزي ترد أزي زنقل إيو إذو كاينو تريفو ناب وق معبالوخا أزي زحزن إيو نزخل جن حجون تقني بز حدقني أجابة تحزام قصالو زيادة عنوات فتر إمبر في التحزم سلزي يكونه نتمسرته في التحزم وجد أو أبيلهم نايكلتي تعودتي خانلو زخولو زتن للزبن كملوسو بوليتيكا وحيلتات إرترا يمحسن إذا خنا تعزي ببهر ياو حفشاوي نزوبانا بفلاي دمان هاجرنا إرتران هزبان كم صلوا نردائنا
كم أصل زخنا إنا نزفلينا يزحجي بس حوزلو كي بس كفتحنا بكلهم إذا قداي زملكتهم أكلات كنسوع سنحنا هزبنان مريحنت إثيوبيان ديكتاتوريو سرعة إسياس كساب كندي قداي إرترا أبالاشو أب زي قداي ناتوي كم زرقن كم زبالاشم بقبو كردو يوم زبل امنتون علنا نهزبي إرترا زي كونه نهزبي إثيوبيا كربح يزبل امنت كي يحضروكا بوليتيكا حالتات إرترا حجون دقيمو دقاقيمو يزخاخرم سلازي إتي مسؤوز نزمادهم أب قدايم إيدو كأتو عدل مهابهم صباح واقا خخفلهم مخانو كي زنقعو أتريرنا نتحساسبهم هزبي إرترا قداي إثيوبيا بحفشا ناي تقراي كأب فلاي كساب كندي بأوانتا يخون بألوتاو كم تصلونا كم تصلونا كباخاس تصور أيكونا نبلو إزي أب هاجرنا سلامن لمعتين ديمقراسين زي بقعن نتاب دمكان أعصمتخان نويح مرير قالسي زيجبت كيال علاونت هاجر إرترا نواقع داقاز زوردا زلو خاب بعلو تتقلعو إنقرك كاسلو زلو كاب كالي حبريتات دليلون أيكونن كاب زحاليفو كدم حجي بمنصر ربحا قدامنت أب زي وهابهم مستفلا لي قروا تاقرات وقئنا خفته إنا أكادن كمكان كعزنا كان كم سنحن أبتوقعت ململات دقها كم زخفل كان بعلها تفلتيها إسياس أفوركي وقع كابزي نبرلو كنبر سلازي كئل إننا بإثيوبيا أب إثيوبيا زقد زلو قوتيتو كأتوقع خمز تعتغي كم تعتقي أموت تعيسكا زي من اللي سألو تاو سعبين كيم تسألكا نتنقغكا سلازي كل عقمتاتكا بزفقدو سلام قرباوتخا سلام إيمو عراقين عقب بهلاين كتكون ألكا كابا حليفو هرفان إسياس كتراوي أبزي قدعات كان أبزي قداي كان أيتوتو نبل حالتات مكلغا الإرترا تموكرو خويناتن زنبركا كبيد واغاز خفل كان إخا مرتنا يزي منتنا صنت موحاس العلاونت ببوان زكايت كاي وقعت وانت فلتيخا حجي قدم حجيون عدما سلطانون واح سياس بسنكزا اقودو زخفل كاي واقع ازي خبرن مريرن نويحين ايو سمبراتوخ اكساب حجي مساخا اللو لومو ون سياس اب قداي إثيوبيا تالكا كتوكاي وات كمزولو تعزب اللخا سلازي أب حالة أمين وقدا إثيوبيا داونا تأميرنا أين ريو أيكونن زبولو أي تزنقعن سلازي لو مؤون انت دا سياس أقاقيكا سعبينو نعخات راح زي كونه نبعصاي ولد أون حماق والرشاس لزخون ناي حدش زي ملكتكا خوينات كي تتبس بوليتيكا حالتات إرترا نمحتنكا نعها بجيجا أبزو قداي زي إتكا أنت أتيخا إرتراون عودوج ناي مخانا عدل كفوت كم مخانوخا زي مزنقع أي تزنقع زباون أهجراون تكالات حبر السبع عالم نزاب إثيوبيا تخصيص دولو ناي وق هواهو سعبينو عميدا وقت راح تحصير زترف أيكونا أبزو وانز في اللايك أب عالمنا بأمريكا زي كايزلو ضد بريسيدنت أمريكا خم حدش معبالي كوفيد 19 تشاقيل مهلاو عالم بنزاب أهجراوس تبهلو أبزو خرلو خون زي تمرس زمسل من الباتاتون اللو يخون امبر زي كبارع تجمير زلو كيناس سعبيناتو أبزواق أي بحرين مبرق أفريكان كومون أما العالم قليل زي كونه خون زي قمت يمو تطو أبزولو كل عقمتات موفار تصعنتات قبرون الشجر زنفتح قديهم كعامون نصوعهم بوليتيكا حالتات إرترا على 4 حدار كل تشحن السران عم تمرد فرنجي سيزي كوران تخاتلت مدمنا حالتات كلن تقام تودبات بمولاتن مالتي ازي تاريخاو زخونه ملختي سديدن نهزبي حبيرنا اللوها سلازي تسفان قبر ازي حجي اب إثيوبيا زي خيزلو قناي تاشمو خاء مفتحي بقلخ قركبو تصفان دابلنا زابز قتلنا كم مزاناقعين ذات ختل
أقداسيت زي ما ناي عرب كبكم شغلي كلي جميل في الحي شغل الشين الصعبة بين عالية في الزعب ولها أحلام بينك تقول لنا يا ريت النوم يزورني اليوم يزورني اليوم يا نوم لو ليلة
music is the grace of life ብሉ ሙዚቃ ቋንቋ ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ እዛ ምቅርት ዜማ ናይ ሱዳናውያን ኣሕዋትና ብታ ፍልጥን ታሽሙ ናይ ዑድን ታሽሙኦም ስለዚ thank you ንብል ካብ ዝቕፅልና ናብ ብጻይ ባይረ ክሕልፈኩም እየ ሰኸዓ እቲ ርእሰ አንቀጽ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ዝዓርግ ዘሎ እንጽርጽሮት ናይ መላኽ ስርዓት ህግደፍ ዝብል እስኪ ንስማዕ ዝዓርግ ዘሎ እንጽርጽሮት ህግደፍ ርእሰ አንቀጽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎ ወፅዓ ኣመናዊ ብዙሕን መሪን ብምዃኑ መዝርዛር ዘጸግም እዩ እቲ ኩሉ ዘውርዶ በደልን ሕሱም ተግባራትን ከዓ ናይቲ ካብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ክቱርክ ንዓቐትን ቅርሕንትን ብንታይን መግለጺ እዩ ከምቲ ዝወዓለን ይንገርካ ሰሓተን ይምከርካ ዝበሃል እቲ ቀንዲ ንምረት ወፅዓ ጉጅለ ህግደፍ ዝፈልጦን ዝርድኦም ባዕሉ እቲ ኣብ እንጉድዕኡ ዝወርድ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሕብረተሰብ ዓለም እውን ዝተሰወረ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ንወፅዓ ህግደፍ ኣሜን ኢሉ ኣይተቐበሎን ኣብዚ እዋን እዚ ብውሽጥን ወፃኢን ዘስምዖ ዘሎ ናይ ህግደፍ ይኺደልና ድምፂ መመሊሱ ይበርኽ ኣሎ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር በብደረጅኡ ነቲ ጉጅለ ዝኹንኖ ዘሎ ድምፅታት ናይ ሓራነ ተበኩሶታት ብቐሊሉ ዘይግመት እዩ እዚ ነቲ ዝብድሆ ዘሎ ካብ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝተዋህለለ ዓቕሚ እዩ ህግደፍ ዝለመዶ ንጉዳያት ናይ ሓቢእኻ ምኻድ ጉጉይ ጥበብ እንዳተሳዕረ ኣዕናውን ኣጽናትን ተግባራቱ ተቓሊዑ ናይ ብዙሓት መዛረቢ ኣጀንዳ ይኸውን ከም ዘሎ ርኢ እዩ ቀርኒ ከም ዝተወቕዐት ብዕራይ የንጸርጽር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ክብደት ናይቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዘሎ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዘየናሕስ ተግባራት ህግደፍ ስለምንታይ እዩ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዘሎ ወፅዓ ብዝጥምትን ደረጃ አንጻር ዘይተላዕለ ዝብል ሕቶ በብኹርንዑ ካብ ምቅላሕ ዓዲ ኣይወዓለን ናይ ህግደፍ ናይ ፀገም ኣፈታትሓ ንሓደ ጉዳይ ኣብ ምቅጣም ዘይኮነ ኣብ ምሕቡእን ካብኡ ምህዳምን እዩ ዝመረፅ ነቲ ሓባ ቁስሉስ ሓባ ፈውሲ ዝበሃል ኣተሓስባ ኣዝዩ ስለ ዝፈርሖ ኣየምሕረሉን እዩ እቲ ፍርሑ ካ ዘጋጥሞ ብድሆ ዘጋጥሞ ብድሆ ዘበድህ ኣተሓሳስባን ትብዓትን ካብ ዘይምውናን ዝነቅል እዩ ኤርትራ ሕገ መንግስታዊ ዶ ኣየድልያን እዩ ኣብ ኤርትራ ተወዲቡ አንጻር ጉጅለካ ዝቃለስ ናይ ለውጢ ሓይድሎ ዶ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል ናይ ኤርትራ ኣትዮም ክዕዘቡ ዶ ይፍቀደሎም እዩ ስለምንታይ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እስራትን ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ወይ ብነፃ ዘይፍትሑ ትሕዝቶ ናይቲ ቅድሚ 2 ዓመታት ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ እንታይ እዩ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ካብቶም ድቃስ ዘኽልዎ ዘለዉ እዮም እንተኾነ ከምቲ ሕኑቕ እንታይ የውፅእ ዘይዓፍራ ዝበሃል መልሲ ዘይብሉ ምርጭኡ መፅቃዕትን ምሕባእን እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ክንዲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሕቶ ምምላስ ተመሊሱ ሓታታይ ኮይኑ ይቐርብ እዚ ኩሉ እምበኣር ናይ ምሕያብ ዘይኮነ ናይ ምፍርሑን ስጋኣቱን መርኣያ ምዃኑ እዩ ሎሚ ግና በቲ ሓደ ወገን ወፃኢ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ሓደ ልዕሊ እቲ ካልእ እንዳተዳራረበ ኣዝዩ ስረ ዝኸበደ በቲ ካልእ ወገን ከዓ እቲ ጉጅለ ሓቀኛ መንነቱ ንምሕባእ ከቕርቦ ፀንሐ ምስምሳት እንዳተፀንቀቐ ስለ ዝኸደ ኢሳያስ ዘረጋ ኣተሓሳስብኡን ናይ ብዙሓት መዛረቢ ኣጀንዳ ኮይኖም ኣለዉ ርግፅ እዩ ኤርትራ ብሰንኪ ኢሳያስ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ተባሂላ ካብ እትጥማቕ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብሓደ ወገን ጠበቓታት ሽወደን ብሜላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ይኸስዎ ምህላዎም በቲ ካልእ ወገን ከዓ ቆንፅል ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝመቆሎም ጸልማት ተጎልቢቡ ብምስምስ 200 ገዛ ገዛ እንዳኳሓኩሐ ገንዘብ ብምቅራሙ ብሰበስልጣን እቲ ሃገር መጠንቀቕታ ተዋሂቡ እዩ እዚ ነቲ ጉጅለ ኣብ ርእሲ እቲ ዝፀንሐ ዓበትበት ሕማም መርዘን ኮይኑዎ ኣሎ እዚ ሓድሽ ኮይኑ ንጥቀስ ዘላ እምበኣር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፀም ግህሰት ጠጠው ክብል ደረት ዘይብሉ ጉዱድ ዕስክርና ክቋረፅ ብዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ዞባውን ትካላት ካብ ዝንገሮ ነዊሕ ኮይኑ እዩ እዚ ጉጅለ ሕሉፍ ሓሊፉ
ካብ ባሕሪ ብሓደጋ ንዝሃለቑ ዜጋታት ኣፍልጦ ዝኸልእ ርእሳታቶም ዝጸየፍን ምዃኑ ተወሳኺ ሎሚ ምስሉ ተደዊን እዩ ጉጅለ ህግደፍ ቁኑዕን ንህዝቢ ሃገርን ዝሓልን ሓላፍነታዊ ኣተሓስባ እንተዝነብሮ ነቲ ባዕሉ ዝፈጸሞ ገበናት ክንሱ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝገብሮ ቆላሕታ ምሃቦ እንተኾነ ብርታዓዩ ኣብ ህልኽ ስለ ዝኸድት ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘይክእሎ ናብ ዞባና ክውልዖ ከላብዐ ይፅዕት ኣሎ ቦይኑ ከይከውን ከዓ ብባህሪ ዝመስልዎ መተናውቲ ሓዊ ካብ ምድላይ ዓዳ ይውዓለን እቲ ብዓራቒ መሲልካ ረቕራቒ ዝግለጽ መጣቆሲ ባህሪኡ ከዓ ሎሚ እውን ኮለል ኢሉ ይርአ ኣሎ ብዙሓት ለኪምካ ናይ ምጥፋእ ባህሪኡ ዝተረድኡ ወገናት ከዓ በቶም መዛሙርቱ መራሕቶም ኣቢሉ እዚ ሰብ እዚ ካብ ጉዳይ ዘይቅዱስ ኣእዳው ይኣክበልና ዝትሕዝትኡ ተሪር መልእኽቲ የመሓላልፉ ኣለዉ እዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ዝጉጅለ የካይዶ ካብ ዘሎ ቃልሲ በይኑ ከም ዘይኮነ ዘረድእ እዩ እዚ ጉጅለ ሓድሽ ተሓናፋጣይ ስለ ዘይኮነ ሎሚ ዘንጸርጸረ ዓጋዜንሲ ኣብ ምውጋእ በፅሐ ዝብል ኣባህላ ይምልከቶን ይኸውን ግና ከዓ ኣብዚ እዋን ፅርፅረቶም መሊሱ ይዓርግ ከም ዘሎ ንዕዘቦ ኣለና ሎሚ ንኣካይዱ ባይታ ብዝኸልእ ኣተሓሳስባ ኩነታት ተኸቢቡ ስለ ዘሎን ካብዚ ተኸቢብዎ ዘሎ ኣውፅኡ ዕድመ ዘንውሕ ጥዑይ ኣተሓስባ ስለ ዘይብሉን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓንቲ ምርጫ እያ ንሳ ከዓ ለኪምካ ምጥፋእ እያ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ መፍትሒ ፀገም ብኢህን ምህን ሓቢርካ ምዕዋትን እምበር ውግእ ኣብ ዘይኮነሉ ዘመን ውግእ ዝመርፅ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ነህዝቢ ጉጉይ ምርጩ ዝእምት ምንቅስቃሳት የካይድ ከም ዘሎ ምልክታት ኣሎ እዚ ምልክታት እዚ ናይ ምሕያል ዘይኮነ ናይ ተስፋ ዝቆረፀ ናይ ተለኻኺምካን ምጥፋእ ምዃኑ ህዝብና ኣስተብሂሉ ክቃለሶን ዝግቦ እዩ ህዝብና ድሕሪ ሕጂ ናብ ዘይረብሓሉ ህውኮት ከም ዘይኩብከብ እኳ ፍሉጥ እንተኾነ ከነዘኻኽሮ ግና ናይ ግድን እዩ ሕብረተሰብ ዓለም ንናይ ህዝብና ተደጋጋሚ ምሕፅንታ ኣብ ግምት ኣእትዩ ነቲ ንህግደፍ ክቐፅዖ ብዝተፈላለየ ወገናት ዝቀላቐል ዘሎ ምልክታት ዝያዳ ክሐየሎ ይፅውዕ ንሕና ሓይልታት ለውጢ ከዓ ልዕሊ ኩሉ እሰያስ ጉጅሉን ንሓንሳብ ዓራቓይ ንሓንሳብ ድማ ዘራጋይ መሲሎም ዘዕለምጥሎ ዘለዉ ናይ እንፅርፅሮት እምበር ናይ ብርታዕ መግለፂ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ሓቢርና ከይልኻኽሙ ከነፋንዎም ይግባአና መመሊሱ ዝዓርግ ዘሎ እንፅርፅሮት ህግደፍ ርእሲ አንቀጽ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ባረይ ካብዚ ምቕፃል እቲ ርእሲ አንቀጽ ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ እዩ እቲ ስርዓት እንታይ ይገብር ኣሎ ኸማን ህዝቢ ኤርትራ ባዕልኻ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ተንኪ ባይረ ካብዚ ምቕፃል እንደጊምና ኸማን ሕጂ ምስ ዝቕፅል ናይ ትግረ ዜማ ገድፈኩም እየ ምስ ብዙሕ ቅሬታ ከዓ ናይ ዓረብ ረድዮና እውን ክጅምር ሕጂ ደንጉ ስለ ዝመፅእ ኣምጀድ ስለዚ ተኸታተሉና ኢሉ ኣይተቐበሎን ኣብዚ እዋን እዚ ብውሽጥን ወፃኢን ዘስምዖ ዘሎ ናይ ህግደፍ ይኺደልና ድምፂ መመሊሱ ይበርኽ ኣሎ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር በብደረጅኡ ነቲ ጉጅለ ዝኹንኖ ዘሎ ድምፅታት
كبران تخطلت مدبنا امباري نظام قرت زي ما ناي تغري قارصنا امنا عرب مدبنا خنابتينا كساب زمص قدام بحدش مدب سلام نراخب سناي كنو بمبال امناي عرب مدبنا كتوكم يه المستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكل اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على الFM 88 للمستمعين من داخل السويد أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو 88.SE. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت السويد بالتجرينية والعربية. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما لا مستمعين الكرام، أترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. هو أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم أغاني إريتريا هادفة، مقال أسبوعية له، متابعة طيبة أتمناها لكم مستمعين الكرام. والآن إلى استديو الأخبار بعد هذا الفاصل القينائي. تنظيمات الإريترية تحذر السياسة أفورقي. في أول بيان له حول الأوضاع التي انفجرت في إثيوبيا، اتهم المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ائتلاف يضم عدد من التنظيمات الإريترية النظام الدكتاتوري في إريتريا لديه صلة قوية بما يجري بين الطرفين في تصعيد، وهنالك احتمالات كبيرة بأن تشكل الأراضي الإريترية منطلقا لهدفها لهذا الحرب، وبالتالي فإن بلادنا ستدفع ثمنا باهظا في حرب ليس لها دخل فيها حسب منطوق البيان. وأبدى المجلس أسفه الشديد لما سماه بحرب الأشقاء. كما ناشد البيان الاتحاد الأفريقي بزيادة مساعيه لإيقاف الحرب مبدئيا، دعم المجلس لكافة مساعي السلام من أجل إيقاف الحرب. حزب الوطن الديمقراطي الإريتري من جانبه وفي تصريح صحفي حذر السياسة فرقي مما أسماها الاستطاف لأي طرف واستغلال الوضع القائم في جارة إثيوبيا لإشعال الفتن بين أطراف النزاع والزج بشعبنا وشبابنا في معركة جديدة تحت أي مبرر إرضاء لنزواته في تويتر
في توتير الأوضاع في المنطقة. طبعا للتصريح الصادر في 4 نوفمبر الجاري. من جانبها وفي رسالة شديدة اللهجة حذرت الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية الأطراف الإثيوبية المتصارعة بعدم زج إريتريا وشعبها في صراعاتهم الداخلية. كما نود أن نبين للطامعين منهم على أرض إريتريا وبحرها بأن الإريتريا شعبا يحميها، وأن الإريتريين جميعا أيا كانت خلافاتهم يقفون صفا واحدا حينما يتعرض وطنهم للاعتداء، دون أن تسمي الحركة من هم الطامعين حسب الرسالة المنشورة في مكان آخر من الموقع. ونادت الحركة كل قوى المعارضة الإريترية بالابتعاد تماما عن الانقماص في الصراع في الإثيوبي وعدم الاصطفاف مع أي طرف من الأطراف الصراع ضد الآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب عقلية عدو صديقك. حسب رسالة الفيدرالية التي تلقينا منها نسخة. أما القيادي السابق بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أحمد صالح القيسي وصف ما يجري في إثيوبيا بأنه حصيلة تعقيدات موروثة في هذا الكيان منذ التأسيس، والعجز الكامل في بناء الدولة المعبرة عن الإرادة التي تجمع هذا التباين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لهذا الكيان طبقا لما نشره في صفحته على الفيسبوك. ولم يخفي القيسي حيرته من دور سياسة فرقي في الصراع الإثيوبي بالقول المحير في الموضوع أن يسعى النظام الإريتري بكل قوة نحو تأجيج هذا الصراع، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي معلنا انحيازه الكامل إلى جانب حكومة أبي أحمد. هكذا وببساطة أدخل بلاده وشعبه في المستنقع الإثيوبي، والذي في اعتقادي أنه مستنقع لن يجف بسهولة وبسرعة، بل ستكون حرب شعواء لا تنحصر في من أشعلها. من جانبه كشف وزير الدفاع الإريتري السابق عن أن النظام الإريتري في أسمرة كان يعد العدة من أجل هذه اللحظة للتدخل في شأن الإثيوبي والوقوف مع الحكومة المركزية ضد الحكومة أقليم تيغراي. وإبان حاغوس أن النظام الإريتري عقد خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات العسكرية لكبار ضباط الجيش والتعبئة العامة تبعها بعمليات المداهمات في جميع أنحاء البلاد من أجل إرسال الشباب لمعسكرات التجنيد. وناشد حاغوس ضباط وجنود جيش الدفاع الإريتري للانحياز للشعب وإسقاط نظام السياسي، كما دعا إلى حل المشكلات البينية بين الدولة المركزية وحكومة الأقليم بالوسائل السلمية، كل ذلك في فيديو بثه على صفحته في الفيسبوك. هيرمان كوهين يعرب عن خيبة أمله في أبي أحمد. في تغريدة له وصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هيرمان كوهين رئيس الوزراء أبي أحمد بأنه يخدع نفسه إذا كان اعتقد أن جيشه العديم الخبرة يمكنه هزيمة جيش الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمرس في المعارك حتى مع الدعم الإريتري. ودعا لاستمرار نظام الحكم المركزي في البلاد لإبقاء إثيوبيا موحدة، والمخرج في حوار وفق الدستور حسب رأيه. وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي الحاصل على جائزة نوبل للسلام قد خيب أمله باختيار الحرب بدلا عن أسلوب الحوار. يذكر أنه كوهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بين عام 1983 حتى 1989 قد لعب دورا كبيرا في التنسيق بين الجبهتين للشعبيات الإريترية والإثيوبية قبل تحرير إريتريا، ووصول الجبهة الإثيوبية لسلطة الحكم في إثيوبيا
كما لعبت أدوار مقدرة في إيقاف الحرب بين إريتريا وإثيوبيا من عام 1998 حتى عام 2000. وتندلع الحرب بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي الشمالي. أعلن الجيش الإثيوبي أنه بدأ صباح يوم الأربعاء الماضي هجوما على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الأقليم الذي يقع شمال إثيوبيا، وذلك بأمر مباشر من رئيس الوزراء أبي أحمد. وأكدت رويترز الخبر بينما تحدثت وكالات أسوشيت بريس عن أن الاتصالات قطعت في أقليم تيغراي. ففي وقت مبكر من صباح الرابع من نوفمبر الجاري أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا قال فيه أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت الليلة الماضية الاستحواذ على معسكر القيادة الشمالية التي يقع مقرها في مدينة مقالي أكبر المدن في الشمال الإثيوبي وعاصمة الأقليم، وذلك في محاولة منها للاستيلاء على أسلحة ثقيلة حسب البيان، والذي أضاف أن حكومته حاولت تجنب الحرب لكنه أكد أن ذلك لا يمكن أن يتم من طرف واحد. وأوضح أن هجوم حكومة تيغراي على مقر القيادة الشمالية تجاوز النقطة الأخيرة من الخط الأحمر، معتبرا أن استخدام القوة هو البديل الأخير. ولم يصدر حتى الآن بيانا من حكومة الأقليم حول ذلك، ومن المتوقع أن تلعب إريتريا العدو اللدود للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دورا كبيرا في هذه الحرب حسب آراء مرتقبين للشأن الإريتري. يا وليلة
تبقى أبوتا كبرى بروت ولد وتعابي للعش لا مسلكم عباي على تنيجي سنة ترينا مسل يا ولي لاوي. بدأ العد التنازلي وارتفعت أصوات قرع طبول الحرب واشتدت لهجة الاتهامات من كل الأطراف. عدا ما يجري في الخفاء فذلك أكثر نشاطا. بدأ عدل التنازلي وارتفعت أصوات قرع طبول الحرب واشتد لهجة الاتهامات من كل الأطراف. عدا ما يجري في الخفاء فذلك أكثر نشاطا، ولذا وجب أن يخفى سرا. وتبدلت الوجوه وكذلك التحالفات، وكل طرف يحاول جاهدا أن يبدو أنه على حق والآخر على خطأ. النظام في أديس أبابا يرى فيما تسلكه حكومة إقليم تيغراي خروجا عن قرارات المركز، وفي المضمون تنفيذ أجندة خفية إنها إنهاء فيدرالية إثيوبيا والعودة إلى سلطة المركز، وعبر هذه العملية إنهاء هيمنة تيغراي التي امتدت لسنوات في الحكم والسيطرة على إثيوبيا ووضعهم في الزاوية التي تليق بهم كأقلية في الموازين الإثيوبية. تيغراي وحزبها الوياني ترى في ذلك مؤامرة، وهي التي رصفت الطريق لهؤلاء في الوصول إلى السلطة في أديس. ونهاية الحكم الفيدرالي هو إعلان لنهاية تسلط الوياني على عموم إثيوبيا والتأثير في أوضاعها. ومع هذه النهاية ينتهي شرعية التحكم القائم على نحن من أسقطنا نظام منغستو الديكتاتوري، وابناؤنا وشعبنا هم من دفع الثمن. إذا هناك كل طرف يتجه عكس الطرف الآخر. وفي إطار هذه الصورة المعروفة نجد أن الصراع طابعه داخلي إثيوبي محض، لكن كلا الطرفين وفي حالة الاصطفاف يسعى لكسب حلفاء لمواجهة الطرف الآخر. بلد لم ينعم يوما باستقرار سياسي واجتماعي سوى محطات زمنية محدودة. أما الطرف الثالث في هذه المحنة هو النظام الإريتري، والذي تعدى دوره من طرف إلى مايسترو فاعل في إدارة الأزمة وتصعيدها. والسؤال: لماذا وما المصلحة؟ العنوان الصالح للتسويق أمام الرأي العام هو تعنت نظام الوياني في قبول قرارات المحكمة الدولية بشأن ترسيم الحدود وإعادة عدة قرى إلى السيادة الإريترية، وعلى رأسها القرية التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بادمي. لكن الرئيس الموجل كان قد بشر شعبه بأن الخلاف ليس على حول الحدود والترسيم، بل يتعدى ذلك في رسم مستقبل الإقليم ككل. بل أضاف مبشرا لشعبه بأن نظامه سوف لن يقف مكتوف الأيدي فيما يحدث من تطورات في إثيوبيا. هكذا جاهر موقفه. لم يعد الأمر يدور في السر كما هي العادة في هذه الأحوال وما يفترض منطقيا بعلاقة الدول، لكن الحالة هنا في هذه الزاوية من القرن الأفريقي استثناء، مما يجعلك تشك في حقيقة هل أصبح الوضع قائم على كيانين إثيوبي إريتريا أم إنهاء كيان واحد. إنهما كيان واحد. ما يجري في إثيوبيا هو حصيلة تعقيدات موروثة في هذا الكيان منذ التأسيس، والعجز الكامل في بناء الدولة المعبرة عن الإرادة التي تجمع هذا التباين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لهذا الكيان. ولعل ذلك يبدو مبررا لدولة تصنف في طلائع دول العالم الثالث تخلفا وبؤسا. ولعل ما جرى ويجري من تناحر وخلاف يبدو مبررا، واعتباره أرصاها لا بد منه في سلم التحولات الكبرى نحو الأفضل أو الأسوأ. شأن بقية دول العالم الثالث في صراعها المستميت من أجل البقاء في عالم يتغير بسرعة جنونية نحو آفاق لم تكن في تصور البشرية سوى حلم وخيال. لعل المحير في الموضوع أن يسعى النظام الإريتري بكل قوة نحو تأجيج هذا الصراع، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي معلنا انحيازه الكامل إلى جانب حكومة أبي أحمد. هكذا وببساطة أدخل بلاده وشعبه في المستنقع الإثيوبي، والذي في اعتقاده أنه مستنقع لن يجف بسهولة وبسرعة، بل ستكون حرب شعواء لا تنحصر في من أشعلها، بل سوف تستضيف أطراف من الموازيك الاجتماعي الإثيوبي كتصفية حسابات أو السعي لتحقيق مطالب كانت مؤجلة. كل مجموعة عرقية في إثيوبيا لها مطالب، وليس بالضرورة أن تكون محقة. فهناك الكثيرون
ممن تجنبهم أجواء الحروب ليصنعوا مطالبا جديدة، ولعل قباء النظام الإريتري عدم إدراكه أن بعض هذه المطالب المحتملة والمتوقع تمس الكيان الإريتري هو حلم الحصول على إطلالة لشواطئ البحر الأحمر، وليس هناك أفضل من أجواء الحرب لطرح وتحقيق هذا الحلم. يبدو أن غرور السلطة في أسمرة والسهولة التي منحتها له الظروف في تهميش المعارضة الإريترية وسمحت لهذا النظام أن يعربد كما يشاء سواء في السودان واليمن وجيبوتي وإثيوبيا حاليا، جعلته يفقد الحد الأدنى من بصيرة التمييز بين الدخول في الحرب وبين كيفية الخروج منها. وهنا من المفيد التنبيه حول ضرورة فهم الذهنية وسيكولوجية الرئيس الإريتري وحملة المباخر ممن يحيطون به. وواقع الحال وعبر تجربة شخصية يمكن ملاحظة طغيان ذهنية الفلاح في المرتفعات الإريترية على هذه الشخصيات، حيث العادة أن يسبق المواجهة التقليل من شأن الطرف الآخر ووصفه بكل الصفات التي تجعل منه خصما هشا ويمكن القضاء عليه. والقريب أن أول المصدقين لهذه الترهات هم ممن أطلقوها. مستمعين الكرام، هذا ما كان لدينا من مقال لهذا الأسبوع، فابقوا معنا لما تبقى من برامجنا. ميلادي يا سنة الفجر وينبوع الشذا العطر، ميلاده يا سنة الفجر وينبوع الشذا العطر، وملهمتي أناشيدي وآيات من الشعر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. رعتني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري، وغفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام برامجنا المعد لهذا اليوم بكلا اللغتين، اللغة التجرينية والعربية. نتمنى من الله أن تكونوا قد استمتعتم بصحبتنا في هذه الساعة، وحتى أن نلقاكم في حين آخر ها أنا استودعكم وإلى اللقاء. وعند الدوحة الغنى أفياء من السحر، وكم أطيارها غنت تسابيحي مع الفجر، وكم أطيارها غنت تسابيحي مع الفجر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. ولي في أرضها زهر يعز الزخر عن كبري، وأجدادي بها غبروا وقد جاءوا على غدري، وأجدادي بها غبروا وقد جاءوا على غدري، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري.
början från början, början på nytt. Varför ska man sörja tider som har flytt? Jag mötte en flicka